بدأت معاك قصة السواقة إزاي؟ هي بدأت القصة بتاعت السواقة اللي أنا بدأت مع زميل ليا كان جاري طالع وشايل عزال لناس، وكان رايح حتة اسمها مشية ناصر طريق الاستراد. كانت الحتة دي صحرا زمان زي أكنك رايح اسكندرية رايح بلبيس. قال لي تعالى معايا نوصل العزال دوت. قلت له حاضر. خلصنا وتمام التمام. جه واحنا نازلين من الهضبة بتاعت مشية ناصر مسك بطنه مغص وكلام من ده. طب هنعمل ايه؟ طب هنسوي ايه؟ قال لي اركب وسوق. قلت له اركب وسوق؟ قال لي مش بتعرف تسوق؟ قلت له بعرف اسوق. وأنت كنت بتعرف تسوق؟ لا. يعني دي كانت أول طلعة. كانت اول طلعه. انا عايز اطمنه وهو تعبان، فانا عايز اطمنه. قلت له بعرف اسوق. قال لي خلاص اركب ورا على الجنب منك عشان مش قادر. فركبت وسوقت وبسم الله ما شاء الله تبارك لا الله. بس استنى معايا على الحتة دي، أنت ما سوقتش قبل كده؟ العاديه، هي جت العاديه لان هي كانت عربية نوعها إيه؟ كانت عربيه مازدا 84. ربع نقل نص نقل؟ ربع نقل. وكانت لسه حديثه كمان، يعني 84 بتتكلم في عربيه حديثه. هي انا كنت دايما احب اركب مع المواصله بتاعتي جنب السواق، ودايما عينيا عليه رايحه فين برجليه، وايديه رايحه فين، وهو بيبص ازاي ماشي ازاي. يعني لقطت السواقة بمجرد النظر؟ لقطتها نظري، ما حدش علماني خالص في حياتي. فوصلت بيه طبعا، وتاني رحت وديته المستشفى. ده الموضوع بتاعه كان كبير يعني، كان اللي هو تعب. عنده زي مثلا تسمم، حاجه تسمم مثلا من اكل معين. تاني يوم بقى راح بطمن عليه مش عارف ايه. فالمهم في سواقين حواليه كتير، صحاب عربيات وكلام من ده. قال لهم على فكره ده الراجل ده سواق 10/10، هو اللي ساق بيا وجابني لحد هنا. ومن ساعتها مسكت فيا موضوع السواقه.